لا بس كان في الامكان افضل بكتير مما كان، كان في الامكان افضل بكثير مما كان، والله العظيم. بس ايه يا عميد ده؟ ايه يا عميد ده؟ الطليان يقفوا يدوك التحيه العسكريه يا عميد. اقسم لك بالله ماتش تاريخي تاريخي تاريخي. منتخب مصر بيتعادل مع بلجيكا، او يعني بلجيكا هي اللي بتتعادل مع منتخب مصر. يعني عشان بس نحط الامور في نصابها يا جماعه، المنتخب البلجيكي بنجومه العالميين يتعادل مع المنتخب المصري. والحقيقه ان حسام حسن ادار ماتش عالمي، و4-4-2 على طريقه الطليان، قفل بيهم وقضى بيهم على الاخضر واليابس في الملعب. ثنائيه مروان عطيه ومهند لاشين كانت تاريخيه، وكانت تخوف قبل المباراه من حمدي فتحي وياسر ابراهيم، وخصوصا ان حمدي فتحي في التغطيه العسكريه كون انه هو مش لعيب سيرد باك كنا مقلقين منه، ولكن حمدي رجوله ما سابلكش اي فرصه انك تتكلم عليه ربع كلمه النهارده. كان رجوله وكان قد المسؤوليه وكان فاهم واجباته صح قوي. واضح ان العميد اشتغل على خط الظهر والرباعي ده قوي قوي قوي. يا كابتن ابراهيم يا حسن الله ينور. ايه يا عم محمد هاني ده؟ ايه التاثير والوقفه لدوكو طول الماتش؟ ماتش للتاريخ يا محمد هاني، باستثناء الجول اللي هو مش منك. احنا اتسرقنا في الكره العرضيه اللي اتلعبت تقريبا لتروسارد او تيليمانس حاجه كده. فتوح وامام مالهم التعب، كره سرقهم لوكاكو لسه نازل عمل سبرنت وسط المدافعين، فاتسرقنا في الجول. وكلامي والله العظيم ساعه لما كان لوكاكو واقف على الخط قلت لازم رامي مع لوكاكو، لازم رامي ربيعه دلوقتي مع لوكاكو نأمن بثالث. ولكن تغيير رامي ربيعه اتاخرت دقيقتين 3 دقائق وكان التعادل. بس بقول لكم يا جماعه، حته ان دوكو راح ناحيه الشمال لقى هاني وفي ظهره مروان عطيه بيقفل عليه، هوب راح رودي جارسا رميه يمين، راح هناك لقى فتوح وامام مستنيينه، تعالى يا دوكو تعالى. والمشكله ان الواد دوكو راح هناك عشان يهرب من هاني وراه مروان عطيه. مثلا لو هاني طلع او عمل حاجه يخش مروان يغطي من وراه، راح هناك راح جاي مروان رايح له هناك، يعني قال لك خدها فتوح قبله وانا من وراك. لحد ما جارسيا زهق قال لك يا لا يمين نافع ولا شمال نافع، خش يا ابني في العمق يا ابن حبيبي، خش يا حبيبي. والشهاده لله الرجاله ما توصلش مع دوكو، حطوه في جيوبهم والله العظيم. ولقد عاد اليكم الابن الضال. امام عاشور هو ده امام اللي انا اعرفه، هو ده امام اللي انا اعرفه يا جماعه. بصوا على الجول الاول وحكايه وقصه الجول الاول من اول طلعت هاني لجوه، وامام عاشور ركز على امام عاشور لما محمد صلاح استلم الكوره وازاي عمل فنت وودى المدافع لبره وهوب راح جاي داخل لجوه. وبص على رؤيه محمد صلاح الجبار يا جماعه. مش هتكلم على اسطوره بحجم صلاح، انا كنت عارف وبتكلم قبل الماتش وبقول ان صلاح مخزن طاقته ومخزن المجهود بتاعه لكاس العالم وخايف ان هو يتصاب. حسيتها ولقيتها فعلا من محمد صلاح. محمد صلاح يتوقف النادي اللي هيتجه ليه بعد كاس العالم والوجهه القادمه ليه على مستواه، مدى مستواه ولياقته البدنيه وجاهزيته، على اساس مردوده هيجي له عروض. فالراجل ده غير ان هو عايز يسطر تاريخ مع منتخب مصر في كاس العالم، حاجات كتير، طموحات كتير ودوافع كبيره موجوده عند محمد صلاح. فانا كنت واثق ان انا هلاقي محمد صلاح كده في الملعب، وقد كان. صلاح كان من نجوم اللقاء النهارده في التحولات، اداء بدني واداء جماعي ورؤيه وحاجه اخر حمار وحلاوه اقسم بالله. فامام بعت الزبون لبره ودخل استلم الكره لجوه وهوبا ركبها لكورتوا، ومش اي تركيبه، ده رشقت لبست. وعاد اليكم الغضنفر امام عاشور. مصطفى زيكو يا ابني اتولدت كبير يا ابني، يا ابني انت اتولدت كبير يا حبيبي. ايه ده يا زيكو ده؟ ايه يا زيكو؟ انا حاسس انك بتلعب في حواري العجوزه يا اسطى. انت ايه ده يا اسطى؟ ايه يا اسطى الكلام ده؟ الكره بتستلمها بلا مبالاه ولا كأن انت جنبك مين، تستلم تحت ضغط، تعدي الكره وتعمل فنتات، بتلعب مع صلاح ومرموش. الكره اللي عملتها في الشوط الاول من ناحيه اليمين وشطها وكورتوا شالها بطراطيف صابعه. ايه يا زيكو الكلام ده؟ يا زيكو مش كده يا اسطى، بالراحه علينا يا صاحبي. ثبت اقدامه في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر بدون نقاش. حط زيكو وابن عليه الماتشات الجايه يا ابني. احمد فتوح ومهند لاشين ومروان عطيه وياسر ابراهيم، ماتش كويس قوي لياسر ابراهيم، ورا اداء رجولي. مش عايز انسى مصطفى شوبير. ايه يا صاصه يا حبيب قلب اخوك، ايه يا صاحبي؟ هذا الشبل من ذاك الاسد والله العظيم. شال واحده بطراطيف صابعه في الشوط الثاني، كانت جول في العكسيه، والواد ما شاء الله خد خطوه وشالها بطراطيف صابعه. ممتاز مصطفى شوبير، ربنا يحميك يا ابني، رشاقتك واناقتك وردة فعلك الممتازه يا مصطفى، ربنا يحميك. حتى احمد السيد زيزو ما نزل عمل اداء كويس قوي مع محمد هاني ناحيه اليمين. ابراهيم عادل ما كانش بطال.
حمزه عبد الكريم النهارده خد وقت اكبر وخد ثقه اكتر وشايف فيه ان هو كل مدى هيتطور اكتر وهيبقى مشروع نجم ومهاجم عالمي لمنتخب مصر. بس ايه يا جماعه حسام حسن بجد والله العظيم القليل من الانصاف للراجل ده والله العظيم. الراجل اللي كون فرقه وكون شخصيه لمنتخب مصر، اعاد هيبه المنتخب المصري تاني يا جماعه، هيبه المنتخب المصري تاني اللي افتقدناها، والشخصيه والتكتيك. اللاعب المصري كان ينقصه التكتيك، اللاعب المصري من قديم الازل وهو عنده الرجوله وعنده المهاره والله العظيم. طول الوقت عندنا اللعيبه المهاريه، ولكن كان ينقصنا التكتيك والوقفه، ازاي نقف في الملعب صح، ازاي نحس بذاتنا ويبقى عندنا ثقه بالنفس واحنا بنقابل المنتخبات الكبيره دي. حسام حسن النهارده كون الشخصيه وابصم لك بالعشره ان اللعيبه دي من اول ماتش اسبانيا وانا بقول الكلام ده، مرورا بماتش البرازيل، والنهارده اترجم في ماتش بلجيكا اللي انا بشوفه ان انا والله زعلت. يعني انا على قد ما انا فرحان باداء اللعيبه ورجوله اللعيبه وشكلنا في الملعب، الفرحه دي كلها من شكلنا في الملعب، الفرحه دي كلها من ان احنا ان انا بقيت مطمن ان احنا عندنا منتخب ليه شكل وليه هيبه. ولكن انا زعلان جدا جدا اللعيبه دي بمجهودها ده والراجل ده بتكتيكه ده وبمجهوده ده وشغله اللي باين قوي مع اللعيبه يضيع منه 2 بونت النهارده. 3 بونت بالاداء ده كانوا في المتناول والله العظيم. ده اللي مزعلني عشان تعب الرجاله وتعب الناس اللي على الخط والجهاز الفني لمنتخب مصر. الف مبروك لمنتخب مصر. وانتم ملاحظين انا ما جبت سيره مرموش، لان مرموش كان اسوأ لعيب في منتخب مصر النهارده. قرارات مش مظبوطه، تايمنج بتاعه سيء جدا، التحاماته مش اللي هي، الارتداد والسرعه والتحولات بتاعت مرموش ما كانتش احسن حاجه. اتمنى مرموش اللي جاي يكون احسن وما يكونش اللي في بالي صح يا اسطى، والجواز ما اثرش عليك وتروح مع اللي راحوا. اصحى يا اسطى، ده انت النجم والامل في العيون. هنتكلم بقى بالتفاصيل بكره ان شاء الله بعد ما نشوف ماتش نيوزيلندا وايران وتتضح معالم المجموعه اكتر واكتر. نتكلم بالتفاصيل اكتر ونقول اللي احنا ما قلناهوش في فيديو طويل على اليوتيوب. استنونا.